هاي يا جماعة كيفكم؟ شو اخباركم؟ مشتقت لكم كومنت. صار لي اكتر من شهرين ما رحتش سوق السمك، فاكيد هيكون في شيء ناقصني، اني انا لازم ازور سوق السمك كل اسبوع، كل 10 ايام لازم يكون لي زيارة عند فؤاد بسوق السمك سيتي سنتر، سوري مش سوق الصيني، سيتي سنتر، واجيب شوية اغراض، وبعد ما اطلع من سيتي سنتر على طول سوق السمك. عمي قنعني بشغلة، قال لي سوق السمك حر، هو فعلا حر موت. يمكن انا صار اكتر من شهرين ما عم بروح له، انه نار نار، ما في تكييف والمكان رطوبه وحر، يعني شبه انا بطلع من سوق السمك بكون فطسانه مثل الفرخه هيك المذبوحه، بتعب يعني، بقعد يومين وانا بصدع. فلما رحنا سيتي سنتر لقيت كل اللي انا محتاجاه، الاندوفلي، الكابوريا، الروبيان، لقيتها كتير حلوه. ونفس الشيء رامي قال لي هون ولا هناك واحد بس، والاسعار هي بس الفرق اللي احنا قاعدين بتكييف وعايشين هيك، يعني نظام 5 نجوم. هناك سوق السمك هنتبهدل. فانا رحت طلعت على الاسماك والروبيان، بصراحه حبيت، فجبت اللي بدي اياه وخلصنا مشاويرنا كلها بمكان واحد، هو بسيتي سنتر. لا رحنا هون ولا رحنا هون ورحنا هون، انه الجو اول شيء جبت رنجة، وكنت حابة اني اشوف فسيخ، ما لقيت الرنجة وجبتها. اوكي يا جماعة، يلا نشوف شو جبنا اندوفلي. لولو كتير بتحب هاي الاكلة، هي يعني 90% لولو طلع علي بالاكل. فجبت 2 كيلو اندوفلي، بس عم بينقط نحطه على طول بالفريزر، انه خلص عم يغني يما لالي. اوكي معي انتو معي. وشو جبنا؟ جبت كمان زي ما انتو شايفين، واو شوفوا الحجم تبعه حلو كتير. يابا هي مكبر شواربه، كيف رقم بيعوم هذا بالبحر شواربه؟ شايفين الحجم؟ يعني لا كبير كتير اكس لارج ولا سمول، الوسط حجمه كتير حلو. يا جماعه جبت 2 كيلو روبيان، بس كل كيلو خليته لحاله، يعني كل كيلو بكيس على قد الطبخه. اوكي تمام. سبيت او حبار، ما بعرف شو بتسموه، سبيت. بس الشغله الوحيده اللي ما كترت فيها هي السبيت. ويا جماعه حبيبه قلبي اللي ما بقدر استغنى عنها وبحبها كتير، وعن جد من الاكلات اللي بتعمل مزاج، هي الكابوريا. بس المره هي جبتها كتير سمول وصغيره وطيبه، بس اهم شيء انتايه مش تقر. اوكي اهي حلوه كتير. طبعا الكابوريا هعملها بنفس اليوم، ما بحطها بالفريزر، انه لما بحطها بالفريزر قلبها بيفضى وبتكون فاضيه بشبه من جوا، وما بتكون طعمها حلو مثل ما بتكون فريش. فانا بجيبها بعملها بنفس اليوم، وممكن لما اعملها اسويها واحطها بالثلاجه وتاني يوم اكلها. والعلم في شغله كمان اعرفكم عليها فيه، انا بحب الكابوريا تكون بايته تاني يوم بالثلاجه، ما بحبها تكون اكلها وهي سخنه، بحبها تضل يوم يومين بالثلاجه واطلع اكل منها، بتكون لذيذه طيبه. جربوها حلوه. خلصنا اول شيء من مرحله الاسماك. انا ما جبت سمك، بس جبت روبيان، استاكوز، مش استاكوزا، كابوريا والشغلات واندوفلي. اسماك ما جبتها، انه اسماك ما حابه اليوم اكل سمك، ولما بحطه بالفريزر واجي اطلعه ما بيكون لي طعم مثل ما بيكون فريش. ما بستطعم بالسمك لما بيكون بالثلاجه بالفريزر، سوري، بحسه لحمه بيغمق، الطعم بيكون ملهوش طعم، وبيتهري معي بالسوا بالقلي، ويعني لا حتى ما بيكون لي نفس اكله، يعني بعمله وما باكله. فقلت لا ما راح اجيب اسماك ما دام اني ما راح اعملها اليوم. بومه، مين ما بيعرف الفاكهه هاي؟ فاكهه التنين، هاي لولو انا بحبها كتير، حلوه 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 وبتجنن. وشمام اردني. شو اسمه لولو؟ أردني. لا شمام شو؟ أردني. كلا حبيبي انا. وبطاطا حلوه، لاول مره اشوف
يعني بس جبت قديش بطاطا هون، بس لاول مره اشوف بطاطا يكون مكتوب عليها بطاطا حلوه مصريه. كالعاده بجيب بطاطا ومش مكتوب، مش معروف من انو بلد، بس لاول ما انه شفت على اليافطه بطاطا حلوه مصريه على طول جبتها، حتى لو مش مكتوب عليها كنت اجيبها. اني انا يعني 90% الشغلات اللي بحبها جبتها اليوم. وخيار وبطيخ بس مرمله من جوا. احنا بننقي البطيخه تكون حمراء الشكل، يعني ما بنحكي بالطعم، اكيد الطعم ما بنعرفه الا لما نروح البيت، بس لما بنيجي ننقيها وتكون هيك مفتوحه جايه نصين بتكون مبينه انها مرمله ولونها احمر. واحنا وحظنا لما نروح البيت هتطلع الطيبه مسكره ولا لا، انه ما تغركم الشكل. اوقات بنجيبها مرمله وتكون حمراء ونيجي ندوق ما ليها علاقه بالبطيخ ولا ليها طعم، يعني بنكون على رأي بس مثلا من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. هي اوقات البطيخ مش بيحكوا لك البطيخ وانت وحظك. لولو شفت هي فاكهه التنين او فاكهه هولنديه او تايلانديه، وهي بصراحه ولا مره جربتها، فشفت انا جربتها واكلتها انا ورامي، بس هي شفتها على التوك توك فقالت لي بدي اجربها يا ماما. هقولها لا؟ اكيد لا، تاخد عينا ما اقول لها لا، وجبتها لها. ورمان شوية موز، ما كترت، انه تقريبا صرنا نرمي الموز، نجيب الموز ويستوي ويخرب وما بناكله، فجبت كمية بسيطة يعني يا دوبت عشان انه ما يترمي. استخسرت موز. وجبت اجنحة، جبتها مخصوص اني حابة هاليومين هدول اعمل مسخن فلسطيني، كل مرة بعمله بالصدورة وبالفخاد، فانا حابة المرة هي اعمله بالاجنحة. جبت كيلو ونص، حلو كتير، بس ما جبتهم متلجين، جبتهم فريش. ماشي بالست سنتر فجأة شفت انه كنافة بالقشطة وبقلاوة بالقشطة، صراحة اشتهيتها، فجبت قطعتين انه رامي ما بياكل حلويات ولولو ملهاش كتير، فيا دوبت على قدي. شايفين حلوة، صمون فطير مصري وجبنة رومي. اوقات بحب افطر فيها او اتغدى فيها، بالذات لما يكون خبز بلدي وخبز مصري بلدي، واسيحها واسيح الجبنه الرومي بالخبز تطلع بتجنن مع شويه بطيخ، بيكون فطار. صنوبر جبته طبعا عشان امور المسخن هيك، والرشه الجريئه واللمسات الاخيره اللي بضيفها فوق المسخن اخر شيء. والحمد لله الفرحة ما كملت، كنت لولو جابت قطعتين كيكة وكانت فرحانة فيها كتير، وكانت من فوق مزينة بشوية فاكهة هيك، كيوي وتفاح وأناناس وهالأمور هاي. حطينها بالسيارة مع الحر والرطوبة صارت مش مي مسافي مي ضمن المشتريات. مع الرطوبة جاب العيد، وين ودت الكاميرا؟ مع الرطوبة ومع هالأمور هاي مو صارت كيك، صارت بصوا بتشبه كل شيء إلا الكيك. الله وكيلكم شوفوا، حتى لولو كانت هتبكي لما شافت المنظر الكيكة هيك، زعلت كتير على الكيك. حطها بالثلاجة رامي. بس والله هاي هي حكايته، هاي هي قصتي مع مشترياتي اليوم. نهاية الفيديو، بس لا تنسوا انكم تعملوا اشتراك، اللي ما اشترك بالقناة عشان تكونوا جزء من عائلتنا، واللي ما عمل تعال لازم الراعي الرسمي هي اللي تختم. باي.